عارف إيه اللي ممكن يخليك شفاف وسط الناس؟ تصرفات بتعملها بالنية السليمة والجدعنة، بس الحقيقة إنها بتمسح هيبتك بأستيكة. النهاردة هنتكلم عن 6 عادات لو عملتها كرامتك في خطر. عمرك حسيت إنك مضمون ومفيش منك قلق؟ بتيجي على نفسك عشان ترضيهم والمحصلة في الآخر صفر؟ المشكلة مش في حظك، المشكلة في إشارات خضرة أنت بتديها للناس عشان يقللوا منك. تعالوا نكشف ال6 كوارث دي. الكارثة الأولى إنك تبقى مكنة اعتذارات ماشية على الأرض. العقل الباطن للناس بيترجم آسف عمال على بطال ليه أنا ضعيف ووجودي عبء. بدل ما تقول آسف إني اتأخرت، قول شكراً على صبرك. اقلب الموقف لصالحك وكبر اللي قدامك. الكارثة التانية متلازمة اللطيف بزيادة people pleaser. قانون السوق بيقول اللي دايما متاح دايما رخيص. محدش هيعمل لك تمثال عشان بتيجي على صحتك. مرن عضلة كلمة لأ. لأ، مش هقدر أنزل النهاردة عشان محتاج أفصل. وقتك غالي. الكارثة التالتة الأوفر شيرنج وكشف الورق من أول دقيقة. الغموض جزء من الجاذبية والهيبة. لو حكيت قصة كفاحك ومشاكل بيتك لأي حد، انت مش بتبان صريح، انت بتبان ساذج ومستباح. السوشيال ميديا مش مذكراتك، احتفظ بجزء لنفسك. الكارثة الرابعة التلزق العاطفي أو مطاردة اللي بيديك ظهره. العلاقات زي التنس، ضربة منك وضربة منه. لو بتجري ورا حد بيسحب نفسه انت بتهين نفسك. اللي يقرر يمشي افتح له الباب للآخر. تجاهلك التام هو أعظم رد يحفظ هيبتك. الكارثة الخامسة قبول قلة الأدب بحجة إحنا بنهزر يا عم. الهزار اللي بيلمس كرامتك مش هزار، ده تجربة لحدودك. سكوتك بيديهم فيزا يمسحوا بيك الأرض. الرد البارد هو الحل. الهزار ده ما بيضحكنيش وياريت ما يتكررش. الجملة دي بتخرس أي حد. الكارثة السادسة التريقة على نفسك عشان تبان لذيذ ومتواضع. أنا حظي فقر، أنا غبي. عقلك بيصدق والناس بتشوفك قليل القيمة. التواضع مش إنك تهين نفسك. البلياتشو بيضحك الناس في السيرك، بس محدش بياخده بجد بره الخيمة. الحقيقة الصدمة هي إن الناس بتعاملك بالطريقة اللي أنت بتسمح لهم بيها. لو أنت ما احترمتش نفسك وشفتها كبيرة، مستحيل تجبر حد غريب إنه يحترمك. نظرة الناس ليك بتبدأ من تصرفاتك. تعالوا نقارن. الشخصية المستباحة دايما متاح وببلاش وبيعتذر على وجوده وبيحكي كل حاجة. أما شخصية الهيبة فوقتها غالي، غامض بذكاء، وبيرسم خط أحمر واضح لأي حد بيفكر يتخطاه. الكرامة الحقيقية هي إنك تعرف قيمة نفسك وتحط حدود صحية. الكرامة مش خناق، الكرامة إنك تقفل الباب في وش أي حد بيقلل منك حتى لو أقرب الناس ليك. أنت مش درجة تانية. خلاصة الروشتة: وفر آسف للغلطات الكبيرة. لأ، هي عضلتك اللي بتحميك. بلاش أوفر شيرنج، اللي مش مقدرك وجوده زي غيابه. الهزار في الكرامة خط أحمر، وصورتك بتبدأ من كلامك عن نفسك. دلوقتي جه وقت المواجهة مع النفس. لو بطلت ال6 عادات دول، نظرة الناس ليك هتتغير 180 درجة. انزل دلوقتي في التعليقات وقول لي بصراحة، ايه أكتر عادة بتعملها وناوي تبطلها من النهاردة؟ استثمر في عقلك وطور من نفسك كل يوم. لمزيد من المحتوى اللي هيغير تفكيرك تابعوا صفحة نور ساينس AI دلوقتي. خليك دايما سابق بخطوة. مع السلامة.